ايه بقى الفرق ما بين الحلم والهدف؟ الحلم هو مجرد فكره في دماغي عايز اوصل لها، بس لا انا عارف اوصل لها ازاي ولا معايا خطه ليه. الهدف نفس الحلم بس لما احط له خطه. خلي الجمله اللي انا هقولها لك دي دايما في دماغك: الحلم يظل مجرد خيال الى ان تتحرك في اتجاهه ويمكن ان يصبح واقع. يعني لو جبت الحلم وابتديت انك تتحرك له بخطوات صغيره واهداف وبلان واضحه، هيبدا انه يبقى واقع. احنا كده متفقين ان الحلم محتاج مجموعه من الاهداف عشان تقدر تحققه. طب ازاي احط الاهداف دي بقى؟ سمارت جولز. احنا بناخد كلمه سمارت عباره عن 5 حروف، كل حرف فيهم بيعبر عن كلمه. الكلمه دي هي شرط لازم تتوافر في الهدف بتاعك. اول حاجه هو حرف الاس، سبيسيفيك. لازم يكون الهدف واضح ومحدد، يعني ما فيهوش لعب. اللي هو انا اول 3 شهور هاخد كورس برمجه شكرا. تاني حاجه الام، ميجرابل، قابل للقياس. يعني انا هاخد كورس واحد، الكورس ده عباره عن 13 فيديو، يبقى انا كده اقدر ان انا بعد الوقت اللي انا حددته اشوف انا حققت كام من 13 فيديو دول. لازم يكون قابل للقياس. ثالث حاجه ايه؟ اتشيفابل، قابل للتحقيق. اظن اي حد قادر انه ياخد فيديو برمجه او كورس برمجه. اسف. حرف الار، ريليفنت، ملائم لظروفك الحياتيه. يعني ما ينفعش يبقى انت شغال دكتور وعايز تروح تاخد كورس هندسه. حرف التي وهو تايم باوند، تحط له وقت. ومن وجهه نظري ده اهم شرط في الخمسه.